السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. وحشتوني بقالنا كتير قوي ما طبخناش سوا. النهارده قررنا نعمل اكلة بيتي مصرية اصيلة، انا عن نفسي بحبها جدا. النهارده هنعمل لوبيا باللحمة. اوعدك ان انت لو عملتها بنفس الطريقة دي عمرك ما هتجربها باي طريقة تانية. سريعا كده اعرفكم على الحاجات اللي معانا. طبعا اكيد فاكرين النوع ده من الصلصة، اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت، انا بحب البراند ده جدا. معانا شوية زبدة، معانا شوية بهارات، فلفل وكمون وكاري وبابريكا، بابريكا هنا هي مش باينة، وشويه زيت على غير العاده. دي اول مره في حياتي تقريبا من ساعه ما اسافر المانيا اشتري ازازه زيت، دي اول ازازه زيت ليا، كان عليها اوفر فعشان كده جبتها اصلا. معانا كمان شويه فلفل عادي مش حامي، شويه فلفل عادي وطماطمايه، توم، بصل، ومعانا كيلو من اللحمه. يعني دي لحمه حلال لسه جايبها من عند الجزار، بس هي تقريبا مجهده شويه بس يعني حلال ما تقلقوش. معانا طبعا اللوبيا بتاعتنا اللي منقوعه، انا مش عارف اقلبها لكم كده لان فيها ميه، بس يعني منقوعه بقالها قبل ما اطلع اشتري الحاجات مثلا قعدتها يعني مثلا خلينا نقول 4 ساعات لحد دلوقتي. بس هنعمل شويه لوبيا ولا يا ولا. اول حاجه عايز اقول لكم عليها، احنا ليه بننقع اللوبيا؟ مش بس علشان تطرى مع السلق اسرع، لان هي بتاخد وقت، البقوليات كلها بتاخد وقت زي اللوبيا والفاصوليا والحاجات اللي بتبقى حبوب دي بتاخد وقت بصراحه، فلازم تتنقع. والحمص الحاجات دي كلها بتاخد وقت، لازم تتنقع قبلها بيوم او اتليست 4 ساعات. بس المهم في اللوبيا انك تنقعها علشان تطلع الغازات منها. اللوبيا يا جماعه من الحاجات اللي بتعمل غازات، فانت لما بتنقعها بتبقى الدنيا بعد ما بتخلص اكل الى حد ما لطيفه. يعني اكيد فاهمين قصدي. اول حاجه وقبل اي حاجه هنفضي الميه بتاعت اللوبيا دي وهنديها غسله كده على السريع، وهنسيبها في ميه تغلي. بس على ما نجهز بقى حاجتنا هي بتغلي، لان هي بتاخد سوا كتير جدا، تاخد سوا زي اللحمه تقريبا. يلا بينا نغسلها ونحطها على النار. زي ما انتم شايفين كده حطيناها في ميه وهنغطي عليها وهنحطها على النار لحد لما نخلص باقي الطبخه خالص. تاني خطوه بعد كده هنبتدي نقطع بقى الحاجات بتاعتنا، الطماطم والفلفل والبصل والثوم. بس انا عندي طريقه حلوه قوي علشان تقطعوا بيها الثوم بدل ما تقعد تقشر وبتاع. انا عن نفسي بستخدمها خصوصا في الحاجات اللي هتتعمل زي اللحمه كده. بجيبها من النص كده وبقطعها قطعه كامله، يعني بقطعها كلها كده مع بعضيها نصين يعني. باظت في العاده بتطلع سليمه، بتطلع زي ما انتم شايفين كده ايه، شرايح جاهزه. مش عارف الكاميرا جايباها ولا لا. هناخد لنا شويه توم حلوين، التوم بيودي اللحمه في حته تانية، وكمان البصل على فكره. بس كفايه كده توم، احنا مش عايزين اكتر من دول، نركن دول على جنب. فلفل مغسول هنقطعه بس. والبصل معانا هنجيب بصلتين صغيرين كده زي دول، او واحده كبيره كفايه برضو، هنقطعها حتت صغيره. هنقطع البصلايه برضو. البصل بتاع الالمان مش شبه بتاعنا، لا بتقعد تعيط ولا تسح ولا بتاع. البصل بتاعنا مع اول تقطيعه كده تلاقي عينك بتسح، انما البصل بتاعهم هنا تعبان. انا ظلمت ولا ايه؟ ظلمنا البصل بتاعك يا المانيا، خلاص اسفين. كده عظمه قوي كده، تمام كده احنا جاهزين. ما عادش غير الطماطمايه دي بس ايه هنقطعها، بس مش دلوقتي. الخطوه اللي بعد كده بقى هنجيب الزيت بتاعنا وهنسخنه في طاسه كبيره كده حلوه لدرجه حراره عاليه قوي لحد لما يبتدي يبقى سخن نار كده. وبعد كده هننزل فيه اللحمه تاخد الصدمه الحراريه، الثيرمال شوك، اول صدمه حراريه كده، علشان اللحمه في المانيا مش شبه عندنا شويه. هنا اللحمه بتحتاج وقت اطول علشان تستوي. بس ما تقلقوش، انا بعرف اطلع طعمها جامد. جربناها في رمضان اللي فات بجد كانت تحفه، فقررت اعملها تاني. بس رمضان بصراحه ما كنتش بقدر اصور بتاع، فكنا يا دوب بيرلي بنعرف نفطر يعني، وخلاص كل واحد بيروح لحاله. زي ما انتم شايفين كده ايه، هننزل بشويه زيت محترمين وهنشغل عليهم النار لحد لما الزيت يسخن قوي بقى، يسخن قوي قوي. عايزين نبص على اللوبيا بتاعتنا، يا دوب ابتدت تغلي بس لسه قدامها كتير، يعني دي هتقعد فتره كبيره على ما تستوي. زي ما انتم شايفين كده الزيت خلاص سخن جدا. احنا هنمسك اللحمه بتاعتنا في طبق، والايد التانيه هنمسك الطاسه كده علشان ايه ما نتعورش من الزيت. وهننزلهم بقى ايه، ثيرمال تشوك كده، صدمه حراريه كده، احمي وشك بقى. زي ما انتم شايفين كده ايه، اللحمه خلاص بقت كلها في الزيت. وهننزل معاهم شايفين شويه التوم كده زي ما هم، لا تقشروا ولا تعملوا حاجه، زي ما هم كده. وهنوزع التوم عليها في كل حته.
وهنغطي عليها ونسيبها بقى. زي ما انتم شايفين كده بعد فتره هتلاقوا الميه بتاعت اللوبيا لونها غير كده. ولو عايزين تتستوا اللوبيا استوت ولا لا، ممكن تطلعوا واحده كده تهرسوها بين ايديكم. لا لسه، طالما فطت كده ما اتهرستش كلها يبقى لسه ما استوتش. بص على اللحمه كده سريعا، الفطينه دي لسه قدامها شويه. اللحمه زي ما انتم شايفين كده ايه، بدا لونها يغير بس يعني لسه يا دوب بتاخد لون. هنغطي عليها برضو ونسيبها لحد لما هي طبعا ما استوتش، يعني لو تحطوا في اللحمه كده هتلاقوها لسه ما استوتش، بس السيرمال شوك دي بتديها طعم رهيب. بس كده قبل ما نعمل الصوص نتشيك ان اللوبيا خلاص استوت. هنتستها بايدينا، لو اتهرت كده كده تمام، كده يبقى استوت. هنجيبوا المصفى بتاعتنا كده، هنجيبوا الحله وندلقها في المصفى. زي ما انتم شايفين كده في نفس الحله اللي كنا بنسلق فيها اللوبيا هنعمل فيها الصوص بتاع اللوبيا واللحمه مع بعض. اول حاجه هننزل كده بحبه زبده كويسين، يعني حته زبده كده تكون كويسه، وهننزل عليها على طول قبل ما تسيح كده بالخضار بتاعنا، بالفلفل وبالبصل، وكل شويه نديها تقليب. اول ما نبتدي نلاقي البصل كده فك من بعضه، يعني هو لسه ما استواش، بس اول بس ما يبتدي يفك من بعضه كده هننزل بالثوم بتاعنا وكمان بالطماطم اللي قطعناها شرايح. الخطوه اللي بعد كده هننزل باللحمه بتاعتنا. طبعا زي ما انتم عارفين ان اللحمه لسه ما استوتش، هي بس اخدت لون كده من الزيت. بعد كده بقى هنجيب الصلصه بتاعتنا، ده البراند اللي انا بقول لكم عليه، استخدمناها في فيديوهات قبل كده. صلصه طماطم بيبقى موجود عليها روزماري، بيبقى موجود عليها بهارات بتبقى حلوه قوي، قطعينها كده وننزلوا بيها على اللحم. هنقلب الصوص كله كده في بعض، وهنحط البهارات بتاعتنا، شويه كمون، فلفل اسود. اللحمه يا جماعه بتحب الفلفل الاسود جدا. شويه بابريكا، وانا بصراحه عندي شويه بهارات من بتوع الكبسه، ممكن اخد لي بتاع ايه معلقه صغيره، دي اوبشنال بالنسبه لكم، بس برضو بتودي الاكله في حته ثانيه. انا ممكن اخد لي بس ايه منها شويه صغيرين. هنقلبهم كلهم سوا لحد لما الصلصه تبتدي تستوي. الخطوه اللي بعد كده هننزل عليها باللوبيا كلها مع بعضيها، هنديها تقليبه كده، وبعدين هننزل عليها بالميه لحد لما نغطيها تبقى كلها متغطيه زي ما انتم شايفين كده. نديها تقليبه اخيره بقى كده، هنسيبها حوالي 45 دقيقه كده كل حاجه تستوي مع بعضيها. وتعالوا نتبسط جوه شويه مع السمسميه. مين فيكم بيحب السمسميه البورسعيدي؟ انا عيش يا جماعه. يلا اهو هوب هوب هيلا هيلا يلا وهيلا هيلا هيلا هوب هوب هوب. ده عجيب السمكه وراها سمكه اكبر في زمان. ودي صالحة يا سلوح يا شمعة القلب والروح، ومنين اجي واروح وانا على الفرش مطروح. ما بنامش الليل وبغني يا ليل يا ليل يا ليل نسينا حاجه مهمه، نسينا نحط ملح. المره دي بقى على ما تكمل سواها مش هنروح نرقص تاني، لا احنا ننضف الدنيا كده ايه علشان نقعد ناكل اكله نظيفه في حته نظيفه. يلا بينا، هوريكم الفاينل ريزلت على طول لما اغرف على طول كده، هوريكم الاكله شكلها عامل ازاي، حاجه وستيك. تعالوا بقى اوريكم الفاينل برودكت. انا يا دوب دخلت بس كده اخدت لي دش على السريع، كانت هي استوت. اوريكم المنظر بجد تحفه، حاجه كده اللحمه جوسي جدا. ممكن بقى تعملوا جنبها ايه شويه رز كده او تاكلوها بعيش. انا عن نفسي بحب اكلها بالعيش. عايز اوريكم بس اللحمه، مش عارف انتوا شايفين ولا لا، عايز اوريكم اللحمه قد ايه مستويه. بصوا بتطلع في ايديكم كده بتبوش كده، شايفين؟ بألف هنا. اوسم. جاي عليكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي. تشوس.